السلام عليكم متتبعيني الأوفياء، مرحبا بكم في فيديو جديد. أجواء تبارك الله ما شاء الله، الحمد لله والشكر لله على نعمة ديال الله الشتيوة. الحمد لله فرحانين بها، نتمنى وتزيد مازال إن شاء الله، محتاجة الوقت يا رب العالمين. الله يجعلها على قد النفع، واللهم بارك وزيد في ذلك. نتمنى إن شاء الله رحمة من عند الله، الله يرحمنا برحمته الواسعة يا رب العالمين. بهاد الاجواء الزوينه تبارك الله الشتويه، كنقول لكم نهاركم مبروك، كي دايرين لاباس؟ كلشي بخير، اموركم هانيه؟ اش تعاودوا؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، مرتاحين في عقولكم وقلوبكم، هذا هو الاهم. اسمحوا لي على الغبور، راه غير مع الوقت وشي ظروف، الحمد لله راني معكم دائما ان شاء الله بالجديد. كاين جديد ان شاء الله، تسناوه بلايك والاشتراك والبارطاج مع الاهل والحباب، بطبيعه الحال بالجرس باش يوصلكم كل جديد. كنتمنى هذا الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم. نبداوه كما العاده بصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. على بركة الله، شهيوة جديدة، فكرة جديدة اللي إن شاء الله غتنفعكم في رمضان خاصة. حنا عيالات كنقلبوا على هكا شهيوة تكون صحية ومفيدة وسهلة وبسيطة، مكونات بساط في كل بيت في نفس الوقت. جبت لكم اليوم وصفة اللي فايت اللي شاركت معكم ديال كريب البسباس، صحي ومفيد بالفوائد اللي فيه. يمكن لكم كما قلت لكم تستعملوا اي دقيق بغيتو، بحال الدقيق ديال الذرة، الدقيق ديال الشوفان مطحون، ديال الزرع. يمكن لكم تستعملوا الدقيق اللي بغيتو. المهم انا جبت لكم وصفة بالطريقة السهلة بزاف، يمكن لك توجديه في اخر لحظة. كما نتوما عارفين في رمضان بعض المرات هكا كنبقاو حتى كيقرب المغرب، عاد كنبغيو نوجدو شي حاجة سهلة وفيها فوائد في نفس الوقت لصحتنا، وشي حاجة جديدة. عاوتاني كنبغيو نوعو في الطبيلة ديال الفطور. عواشركم مبروك، الله يدخل علينا رمضان بالصحة والسلامة يا رب العالمين. كما شفتوا معايا درت هنايا 2 بيضات، غندير قفصة نتاع الملح، نص لتر د الحليب دافي، غادي نطربو مزيان. غندير دقيق ديال فينو. الحشوة اللي شفتوا معايا درت البصلة والعطرية، شحرتهم شوية، ضفت عليهم خيزو محكوك، البسباس مطحون حتى هو في الهاشوار، طحنته مزيان كما شفتوا معايا. كيبان لكم بحال الا حكينا هذا سكنجبير اللي كيكون خضر بحال هكذاك، او الثومه. درت فلفله حمراء، وهذا كرافس درت منه شويه مع هذا القزبور والمعدنوس. قرطهم هكا غير عشوائيا. هنا بعد ما طابت الحشوه والخليط ديالي قسمته، حطيت الكريب عادي في القويميله اللي نتوما شفتوا. المهم نستعملوا هكا المعينات اللي جات في يدينا، راكم عارفين، وانتم مولفين معايا. انا ما كنتزوقش، ما كنتصنعش، على طبيعتي، محتوى بسيط. اللي بغى مرحبا، اللي ما بغاش الله يعاونو، مرحبا والف مرحبا. المهم هنا بعد ما طحنت الحشوه مع شويه من هذا الخليط ديال الكريب، هنا بقى ليا شويه ديال الحشوه غنعمر بها خبيزات اللي شفتوا معايا، ساندويتشات مع شويه ديال الدجاج بوحدهم. هنا هاد الكريب اللي قلت لكم درت منه غير شويه هكا ديال الخضروات اللي قلت لكم. درت البسباس وفلفله حمراء وخيزو محكوك. يمكن لكم ديروا الخضروات اللي عندكم، اللي متوفر عندكم غتستعملوه في هاد الحشوه. زوينه صحيه، غتوجدوا بها كما قلت لكم كريب، غتوجدوا بها تعمروا بها مثلا خبيزات، مسمان. الحشوه زوينه وصحيه في نفس الوقت. هنا بديت كنطيب الكريب الاخر العادي، غادي نطيبه هو الاول. كيجي زوين البنات تبارك الله ما شاء الله، كريب بدقيق فينو كيجي روعه. وهذا كريب بالبسباس اللي قلت لكم الحشوه زوينه، اللي وجدت بالبسباس والفلفله وخيزو، تومه، شويه ديال الكرافس، المعدنوس، القزبور. صراحه حشوه لذيذه تبارك الله ما شاء الله، وصحيه في نفس الوقت.
هنا كنطيب كما نتوما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله كيفاش كيجي رائع، خاصة إلا خليناه بحال هكذا يتحمر شي شوية بحال هكذا، كيجي زوين تبارك الله ما شاء الله ورقيق بالنسبة للناس اللي ما كيبغيوش الكريب معجن، داك الكريب الغليظ ولا البغرير. هاد الكريب هذا كيجي زوين البنات رقيق. غادي نقطع لكم شي وحيدة، وهذا كريب عادي اللي قلت لكم بالفينو. خليط واحد خرجت منه جوج انواع ديال الكريب. صراحة طريقة زوينة وفكرة زوينة، وسهلة تنفع في رمضان إن شاء الله. عواشركم مبروكة، الله يدخل علينا رمضان بالصحة والسلامة يا رب العالمين. هنا كنوجد شوية ديال العصير هكا خفيف. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم. المهم وصفة خفيفة وظريفة كما العادة. واسمحوا لي تعطلت عليكم بزاف، شحال هذه ما حطيت والو، شحال هذه ما درت معكم شي فلوق شي فيديو هكا روتين. توحشت الروتينات البنات معكم، خاصة ديال الشقة ديال الماراثون اللي ما كيساليش. المهم ان شاء الله الجديد في الطريق، كونوا معايا بالجرس باش تواصلوا دائما بالجديد ديالي. الكريب ديالي واجد تبارك الله ما شاء الله، اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال. ودائما الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله كل نهار أرزقه، كل عنده رزق الحمد لله في دارو. الله يزيد ويبارك إن شاء الله يا ربي. ربي يرزقنا ويرزقكم من الواسع، والله يرحمنا برحمته يا ربي. غيتنا بالشتي والله العظيم بلا محتاجة الوقت بزاف. واخا هاد شوية اللي شفتو معايا قليلة شاركت معكم أجواء شتوية، نتمنى تعجبكم فاش طاحت عندنا. نتمنى وإن شاء الله ربي يزيدها مازال. دعواتكم كتروا من الدعاء لغاية إن شاء الله ربي يغيثنا برحمته الواسعة. محتاجة الوقت الصراحة. نتمنى والله يرحمنا برحمته الواسعة، والله يحنن القلوب على بعضها، لأنه الصراحة أفعال ديال البشر اللي سبحان الله ما تخليش تتنزل، ما تخلي رحمة الله تنزل. سبحان الله، الله يهدي ما خلق ويبعد علينا شر الخلق علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. الله يبعد علينا أعداء السعادة، أعداء النجاح، أعداء حب في الله. الله يبعدهم علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين يا رب العالمين. الله يحفظنا جميعا. وعواشركم مبروكة، الله يدخل علينا رمضان إن شاء الله بالصحة والسلامة وطول العمر يا ربي العالمين. والهناء والسعادة دائما لنا ولكم ولجميع المسلمين، والرزق الكثير إن شاء الله يا رب العالمين. الله يرزقنا من الواسع يا ربي. نتمنى دائما الله يقبل لنا ولكم أعمال صالحة ودعوات الخير من قلب صافي للقلوب الصافية. نتمنى إن شاء الله يا ربي يدومها محبة وصداقة بيناتنا لوجه الله تعالى، والله يجمعنا في الخير للخير لبعضنا. ومرحبا بكم الناس الجداد اللي انضموا للقناة، قناتكم منكم وإليكم. شكرا لكم على انضمامكم، شكرا لكم على تشجيعكم ليا. هنا كنشارك معكم هاد العريشة ديال البسباس وبصيلة، وصفة للشعر البنات، وصفة خطيرة للشعر، خاصة الناس اللي كيعانيو من القشرة ولا هكا الحبوب اللي كيكونوا في الجلد، ولا مثلا تساقط الشعر، أو هكا الشعر تبدل من الزغبة غليظة زوينة للزغبة رقيقة. المهم هاد الوصفة هادي زوينة بزاف البنات، جربوها. غتاخدوا هاد العريشات ديال البسباس اللي حنا كنلوحوهم والبصلة، طحنوهم مزيان مزيان في الهشوار ولا هكا في خلاط كهربائي ديال العصير. طحنوهم مزيان وعصروا داك الماء ديالهم. ديروه لشعركم، خليوه تقريبا ساعة البنات، خليوه باش الشعر ديالكم يستفد من هاد الوصفة هادي. خاصكم تخليوها تقريبا ساعة قبل ما تغسلوا شعركم. جربوا هاد الوصفة هادي، ما تجربوهاش غير مرة وتقولوا راه غادي تعطي المفعول ديالها. الا اي وصفة كيف ما بغات تكون خصنا نداوموا عليها، نديروها مرة جوج حتى ل10 ماشي مشكل. وصفة طبيعية ما فيها حتى شي حاجة اللي غادي تضرك. غادي تزعمي عليها، داوميها لشعرك وتشوفي النتيجة ديك الساعات إن شاء الله غتكون نتيجة فعالة. غادي تستفدي منها بزاف وبزاف. الوصفة الثانية البنات غير غنقولها لكم، ما صورتهاش ما والو. المهم كتاخدوا بيضة قبل ما تدوشي، كتاخدي بيضة طربيها مزيان غير بالفرشيطة
في شي زلافة هكا ولا شي حاجة، المهم ضربيها مزيان حتى تولي ديك البيضة بحال لا كريم. وديريها لشعرك، خلّيها حتى هي ساعة تقريبًا ولا نص ساعة، عاد غسلي شعرك بالشامبان باش كتغسلي دائمًا، وغتحصلي على نتيجة مبهرة البنات، النتيجة زوينة بزاف الصراحة. عن تجربة هاد الوصفة هادي، ما جيتش وعطيتها لكم حتى جربتها. لا هي ولا هادي ديال البصلة والبسباس، هاد العريشات هادو ديال البسباس، الصراحة وصفات طبيعيين وزوينين، جربوهم وساهلين، ما فيهم حتى شي حاجة هكا تضركم تخافوا منها ولا شي حاجة. المهم وصفات غتزعموا عليهم ان شاء الله وتجربوهم. كما قلت لكم البنات، ضروري اي وصفة بغيتو انكم تحصلوا على نتيجة زوينة، خصكم تداوموا على ديك الوصفة. ما تستعملوش الوصفة مرة ولا جوج تقولوا لا ما عطاتش نتيجة. لا، خصك ديري وصفة شحال من مرة باش انك تحصلي على نتيجة. ان شاء الله نتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح، ونتمنى نكون خفيفة وظريفة على قلوبكم. لا فيديو يعجبكم تستفدوا منه، ما دوزوش وقتكم غير هكاك. ان شاء الله تفرجوا في الفيديو، تسناو الاخر لا غد ليه بالاشتراك والجرس والبارطاج مع الاهل والحباب. فضلا منكم ليس امر. ومرحبا والف مرحبا بالناس اللي كيحضروا معايا في اللايفات ديال التعاون بالتفاعل مع بعض. كيكون لايف متنوع وموفق وناشط بكم، فيه ألغاز، فيه الهدايا ليكم، فيه المواضيع اللي تهمكم، النصائح، طرق الخدمة اللي تخدموا على قنواتكم واخا صغار. تستفدوا إن شاء الله دائما معايا باللايك والاشتراك والبارطاج مع الأهل والحباب. كنحل الجوج ونص ولا الثلاثة ديال وسط النهار والعشرة ديال الليل. مرحبا بكم. وهكا العروض كنحطهم في العشرة ديال الليل بعد من عرض. كنحل اللايف معكم إلا قدرت، ويد في يد دائما بصدق وبالإخلاص. وشكرا لكم على حسن المتابعة. تهلاو ليا في راسكم. السلام عليكم.